السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم كل متابعيني، يا رب تكونوا كلكم بألف خير. ما تنسوش تسموا بالله وتصلوا على الرسول في التعليقات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ايه رأيكم بقى في السمك السنجاري اللي معمول من السمك البلطي؟ بصوا كده، ولا اللي معمول جاهز، حاجة كده تحفة. اللهم بارك. ولا سمك بوري بقى ولا أي حاجة، من سمك بلطي. وعملنا كده شوية سلطة خضراء، وعملت كمان البلطي مقلي. يعني مسكت البلطي كده، كان معايا البولتي، خدت منه الكبير عملته سنجاري كده زي ما انتم شايفين، والصغير قليته وطلعته كريسبي كده، وعملت جنبه سلطة خضراء. بجد تحفة تحفة تحفة، اللهم بارك. عملت برضو جندوفلي جنب الأكل. بجد كانت يعني الحمد لله اللهم بارك، حاجة كده تحفة. عايزة أقولك إن السنجاري ده ما خدش مني وقت. ويلا بينا على طول نخش على الفيديو. أول حاجة زي ما انتم شايفين كده، طلعت الكيسة اللي فيها البولتي بتاعي، وابتديت ان انا انضفه. طبعا بنضف البولتي، بشيل كده القشر اللي من بره، واقص الزعانف والديل بتاعه والجناب، وبعد كده افتح البطن. وده كله بقصه بالمقص. طبعا انا هعمل معاكم واحدة ان انا متأكدة ان انتوا عارفين، بس برضو للتوضيح. بانضّف كده البطن، لازم بابقى فاتحة الحنفية علشان خاطر ينزّل أي دم جوّاه، عشان ما تبقاش فيه يا جماعة زفارة. وطبعًا اللي بيقطع الزفارة كويس جدًا هي الليمون. بانضّفه كده كويس أوي، أوي، وأخلّيه زي الفل. الفرق ما بين السمك السنجاري والسمك اللي هيتقلى، السمك السنجاري بنفتحوه من ضهره زي ما أنتم شايفين كده، باعمل نفس التنضيف وكل حاجة، بس بافتح من ضهره. لكن السمك اللي هيتقلى بافتحه من بطنه. فنضّفت الكمية كلّها اللي كانت معايا، وبعدين قطّعت كده ورق فويل. جِبت السمك اللي مفتوح من ضهره عشان أعمله سنجاري. ده كده ملح وفلفل وكمون وشطة حسب الرغبة. وابتديت إن أنا أبطّن الأول السمكة لحمها بالملح والفلفل والكمون. كنت باشرة جزر، كنت مقطّعة بصل، كنت مقطّعة فلفل كوبي، بقدونس، توم، وحطيت عليه الكمون والملح والفلفل. طبعًا بعد ما عصرت الليمون على السمكة ذات نفسها، وابتديت إن أنا أحط الخضروات من فوق، وابتديت إن أنا أجهّز باقي السمك وأحط عليه زيت وأدخّله الفرن بتاعي. هياخد معايا نُص ساعة كده عقبال ما يستوى. طبعًا مش محتاج أي حاجة، السمك ما بياخدش وقت. وجبت السمك القلي اللي أنا برضه منضفاه من بطنه، ابتديت إن أنا أحط ليمون كده جواه وأمسحه بالليمون كويس جدًا. وجبت ملح وكمون وشطة وفلفل وتوم، وابتديت إن أنا أعمل بطن السمكة البلطي، أحشيها من جوّه ومن برّه، وافتحها كده بالسكينة علشان خاطر كل حتّة في السمكة تبقى متشبعة بالتتبيلة بتاعتها. خلاص كده اللهم بارك. هاسيبه بقى كده. طبعًا عملت الرز، ما رضيتش أطوّل عليكم الفيديو وأنا باعمل الرز، بس اللي محتاج طريقة الرز الصيادية يقول لي وأنا أعملها له. جبت كده كوباية من الدقيق على النشا، عليها كمون وملح وكاري وشطة، وابتديت إن أنا أزوّدهم بشوية مَيّة، بحيث إن هي تكون عجينة يعني وسط، ولا تقيلة ولا خفيفة. ابتديت أجيب السمك بتاعي اللي أنا متبّلاه، أحطه الأول في الخلطة دي، وبعدين أحطه في الدقيق بالنشا، برضه بالملح والكمون والشطة. عايزة أقول لِك إن أنا باحط الدقيق ده في الكيسة عشان ما يعملش مواعين كتير، وزيت غزير ونزّلته فيه. بيطلع معايا مخرشف وجميل وزي الفل، وبجد بجد تحفة، بيدّي طبقة كريسبي من برّه. وده كده عملت رز صيادية جنب الأكل. بجد أكلة حلوة، وأتمنى وصفتي النهارده تكون عجبتكم. ما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب.